واخر الاخبار عثمان راهم قالوا غير يعاودوا الماتش، وهذيك في 86. حنا دابا في 2022 غادي يعاودوا الماتش، حبيتي او كرهتي، حب من حب وكره من كره. أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. معكم عثمان فوزي. في هذا الفيديو سوف أشارك معكم دردشة صوتية مع خالتي المحللة الكبيرة المقام وصغيرة السن. هذه الخالة كنت أنا وهي نناقش موضوع كرة القدم المغرب وفرنسا، لكن فاجأتني بخبر إعادة مباراة المغرب وفرنسا قريبا بسبب الظلم التحكيمي، وكانت الدردشة كالتالي. تابعوا وبعدها نعلق عليها. واخر الاخبار عثمان راهم قالوا غير يعاودوا الماتش، وهذيك في 86. حنا دابا في 2022 غادي يعاودوا الماتش، حبيتي او كرهتي، حب من حب وكره من كره. الماتش غادي تعود مع فرنسا والمغرب ويربح المغرب. يتعاود الماتش. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ واش حنايا صحاب لك في اوروبا؟ حنا راه غير المغرب. وحنا المغرب ومالنا المغرب هو احسن واحد. عرفتي شنو؟ هاد كاس العالم عيديوه المغرب، الا ما داوش هذا ما يديوه مره اخرى ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد. كون هاني. شحال يكون عندك من عام تينا؟ شحال يكون عندي من عام انا؟ الا بغينا بالروح. ايوا بس ما تكون عندها 16 عام. لا. شحال يكون عندك؟ 14. ايوا وديك الساعه تقول لي شحال باش يدوزو شنو عاوتاني يلعبوا ولا كاس العالم. الا بغينا بنروح ان شاء الله. عيديو كاس العالم المغرب، عيديو. انا البارح كان عندي احساس ما عيديوهش، قلبي ديالي تقبض لي في الصباح، ودابا عندي احساس عيديوه مره اخرى ان شاء الله. ها نكون انا شوف نكون مشيت الحيج، ما نقدر ما نعرف. هادشي اللي كيبان لي انا. ولا حاجه واحده، الا رفعنا يعني كان عندنا شي واحد اللي ناضي يدخل الفيفا ويترافع على القضيه ديالنا، ما كاينش احسن من الخيط. يترافع على القضيه ديالنا، مثلا القضيه ديال هذا الغش اللي دار هذا الحكم. يعني كتسمى واخا يعني كتسمى الماتش الجاي، يعني المونديال الجاي يكون في 2026 في امريكا. يعني واخا لا يجعلوا يبقى حتى قبل من المونديال ب3 ايام، قبل 2026 ب3 ايام غادي يتعاود الماتش ان شاء الله. واسمع وعقل على هذه عقل. غنديروا شي حاله اللي ما عاودوش لنا الماتش، غنديروا شي روينه. حنا عندنا النيف، حنا ما كتنازلوش على الحق ديالنا. دابا علاش ديك الحكم يطينبو في الورقه الصفراء؟ علاش يطيح الورقه الصفراء؟ علاش اصلا ما داش الخطا اللي ياخذ عليه الورقه الصفراء؟ خصو يعطيه الاخر، الورقه الصفراء الاخر تعدى عليه. واش شي هاد المعلومات اللي وليتي كتعطيني دابا، انا وليت كنحس وليت كنشك اننا غادي نقدروا الاخر الا ترافعنا على هذا الملف هذا ان شاء الله غادي يجيبوا لنا حقنا. خاصه شوف غير المغرب وصل الدومي فينال، شكون اللي كان كيقولها؟ يعني راه ماشي مستحيل، كلشي ممكن. يعني حتى الملف ديالنا الا ترافعنا عليه ودرنا النيف ما نتنازلناش، غادي نجيبوا الحق ديالنا رغم انف الحاقدين كيف ما كانوا. وغادي نلعبوا النهائي ونديو الكاس ونجيبوه ان شاء الله الكاس. وهذاك الحكم ما حكمش بالعدل، هذاك الحكم دار النفاق. ايوا الله ياخذ فيه الحق. عرنا غادي نغلبوهم ان شاء الله، غادي نغلبوهم. لا ان شاء الله ما نتنازلوش، لا ما نتنازلوش، لا 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 لا. الظلم اللي ظلموا الفرنسيين، ظلموا المغاربه، ظلموا المنتخب، ما نتنازلوش اخي، ما نتنازلوش. انا بعدا غادي نقلب على واحد تسجيل صوتي اوديو مصيفطو اشرف حكيمي لمبابي، وغادي نقلب عليه وغادي نجيبو وغادي نحطو لهم في الملف حتى هو، باش يكون الملف ثقيل بالادله. يلا دابا غادي نخليك ونمشي نخدم على هذا الملف هذا ان شاء الله ويكون غير الخير، والكاس في الجيب ان شاء الله، رغم
أنف الحاقدين. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يغلبك عليهم. كما لاحظتم أصدقائي الأعزاء، هذه المحادثة أو هذا الحوار كان مع خالتي. بطبيعة الحال كنا نتحدث عن هذه المقابلة بين المغرب وفرنسا. كما لاحظتم، فقط أريد أن أوضح لكم، أنا كنت يعني أشرح لها أن الظلم التحكيمي كان شيء وارد، كان شيء عادي جدا أن يكون حاليا في هذه المباراة، خاصة في النصف النهائي. لماذا؟ لأن الدول الفقيرة، ولا أتحدث عن الفقر من الناحية المادية، لكن أتحدث عن الفقر من الناحية الجماهيرية. لأن أصدقائي الأعزاء، الربح من هذه المسابقة المونديال اللي يكون دائما كل 4 سنوات، الهدف منه وهو بطبيعة الحال، خاصة لن نتحدث عن المجال السياسي، لا يعني هذاك موضوع آخر. بطبيعة الحال السياسة تدخل في هذا المجال، لكن أنا أتحدث عن القمار، عن الشركات التي تتعامل بالقمار، خاصة يعني عندما يكون مثلا فريق لديه قيمة جماهيرية كبيرة، مثلا مثل الأرجنتين، مثل البرازيل، مثل البرتغال، وخاصة ذاك الفريق عندما يكون لديه نجم مثل كريستيانو رونالدو، مثلا مارادونا، مثل ذاك البرازيلي مثلا رونالدو، أو عدد كبير مثلا ميسي إلى غير ذلك، أو هذا حاليا مبابي في فرنسا. يعني لابد أصدقائي الأعزاء في النهائي، خاصة مثلا النصف النهائي والنهائي، أن يكون يعني الفرق من الطينة الكبيرة الثقيلة جدا، إما بنجمها أو بوزنها التاريخي في كرة القدم. بطبيعة الحال هذا شيء وارد. لماذا؟ لأن هذه الشركات التي تتعامل بالقمار يجب أن يكون لديها منافسون من الفريق الفلاني والفريق الفلاني. لكن إذا كان مثلا المغرب ضد الأرجنتين في النهائي، صعب جدا أصدقائي الأعزاء أن يكون الربح لديهم هذه الشركات، لأنهم غالبية الناس سوف تشجع مثلا، عندما أقول تشجع من الناحية المادية عندما يشاركون في هذه المسابقة، في الناحية القمار، يعني عندما يشاركون في هذا العرض في المنافسة من سيفوز، يعني تكون الغالبية من المشاركة من ناحية الذين يشجعون الأرجنتين، خاصة قليل نسبة قليلة جدا من سوف يشجع المغرب، لأنهم لديهم الثقة الكاملة في الأرجنتين سوف تفوز على المغرب، والشركات سوف يخسرون مثلا المنافس الآخر، يعني يكون لديهم قلة قليلة من الذين يشجعون المنتخب المغربي، والربح سيكون لديهم قليل جدا بطبيعة الحال. لكن إذا كانت مثلا الأرجنتين ضد فرنسا، أو الأرجنتين ضد البرتغال، أو الأرجنتين ضد البرازيل، ستكون لديهم الأرباح كثيرة من الناحية المادية، سوف تكون لديهم المنافسة، ليس فقط من البرازيليين والأرجنتينيين، لا، لأن مثلا ليونيل ميسي لديه جماهير كبيرة من دول العالم، مثلا من آسيا وإفريقيا والدول الأخرى، سوف يشجعون ميسي، ليس يشجعون الأرجنتين. لكن مثلا البرازيل أيضا لديهم شعبية كبيرة في البرازيل وفي دول أخرى مثلا العربية، مثلا يشجعون نيمار ويشجعون التاريخ البرازيلي في كرة القدم. أنا أعطيتكم مثال. لكن إذا كان المغرب ضد الأرجنتين أصدقائي الأعزاء، فيكون من الصعب أنك تجد المنافسون. مثلا في الدول العربية صعب أنك تجد من سوف يشارك في هذه المسابقة، مسابقة القمار، في التصويت على المغرب. أغلبية العرب أيضا سوف يشجعون الفرق الأخرى، يعني فرق مثلا البرازيل أو مثلا فرنسا إلى غير ذلك، أو الأرجنتين، لأنهم يعني لديهم ثقة كاملة في تلك الدول، يعني والمنافسة تكون قليلة، يعني فقط الغالبية سوف يذهبون إلى الأرجنتين، والشركات القمار سوف تكون لديها الخسارة، لأن ليس لديها العدل في هذه المسابقة، ليس لديها النصف
في الجهة الأرجنتين والنصف في جهة المغرب. لا، سوف تكون الغالبية في جهة الأرجنتين، وستكون لديها مثل المغامرة في هذه المسألة، وسوف يخسرون بطبيعة الحال، يعني بنسبة 90%. لهذا أصدقائي الأعزاء أردت أن أوضح لكم هذا الموضوع. أتمنى أن ينال هذا الفيديو الفائدة للجميع، وأن تدعموا هذه القناة لكي أتيكم دائما بالجديد والقادم أجمل إن شاء الله. كان معكم عثمان فوزي. أتمنى أن يكون الموضوع واضح جدا، وضوح الشمس، وأن لا يأخذ أحدكم من هذا الفيديو بعض المغالطات مني أو بعض التمويه أو شيء مثل هذا. لا، أنا فقط أريد أن أوضح لكم حتى ينتبه أيضا الأشخاص الآخرون عندما يرون فيديوهات يعني يموهون أو يطمعون المشجعين خاصة المغاربة بإعادة المباراة. هذا شيء يعني مفروغ منه أصدقائي الأعزاء، يعني لا تنتظروا هذه المسألة، شيء مستحيل بنسبة 100%، ليس فقط 90%. لهذا أريد أن أوضح لكم هذه المسألة بطريقة خاصة. أتمنى أن هذا الفيديو أن يكون واضح جدا جدا للجميع، وأن تدعموا هذه القناة حتى دائما أتيكم بالجديد. كان معكم عثمان فوزي، والسلام عليكم ورحمة الله.